قنبلة فجرتها التايمز أوف إسرائيل. تاريخ أسود ممتد من منتصف الخمسينيات حتى اليوم. نشكركم جلالة الملك على هذا الاستجواب الأول للتلفزة الإسرائيلية. يكشف حجم التواطؤ بين النظام المغربي وجهاز الموساد الإسرائيلي. البداية عملية ياشين. آلاف اليهود المغاربة نقلوا عبر الدار البيضاء وطنجة إلى فلسطين المحتلة تحت حماية وتنسيق استخباراتي مقابل ملايين الدولارات وصفقات سياسية. في العام 1965 الحسن الثاني يفتح أبواب قمة الجامعة العربية في الدار البيضاء لميكروفونات الموساد. تسجيلات سرية كانت هي الأساس في تقطيرات تل أبيب قبل نكسة يونيو من العام 67. وفي نفس العام اسم المهدي بن بركة يختفي من باريس وسط أصابع إسرائيلية ساعدت الرباط على مراقبته وتصفيته. الثمانينات خبراء إسرائيليون يرسمون للمغرب جدار الرمال في الصحراء الغربية ضد البوليساريو. التسعينات وما بعدها العلاقات لم تنقطع بل ازدادت عمقا مع كل صفقة وكل توتر إقليمي. وجاءت اتفاقات أبراهام للعام 2020 لتخرج السر إلى العلن. أول مذكرة دفاع علنية، زيارات عسكرية متبادلة، توقيع عقود أمنية، وصناعة طائرات دون طيار وأقمار صناعية إسرائيلية على الأرض المغربية. اليوم الحقيقة صارخة. التحالف ليس وليد التطبيع بل جذور عميقة في الدماء والصفقات والخيانات، من تهجير اليهود إلى اغتيال المعارضين إلى اختراق القمم العربية وصولا إلى عسكرة الصحراء الغربية. إنها ليست مجرد شراكة بل تاريخ كامل من التواطؤ الأمني والمخابراتي مدفوع بالمال ومغطى بالدخان السياسي. وطن يغرد خارج السرب.